هاد المرأة عندها يد مصنوعة من الذهب. واحد النهار وهي كتقطع شجرة في الغابة طاحت عليها الشجرة على يدها. راجلها دار ما في جهدو باش يحرك الشجرة ولكن ما قدرش. قرر يقطع اليد ديالها بالفاس باش ينقذ حياتها. من بعد هاد الحديث كانت ديما كتكعم ملي كتشوف اليد ديالها مقطوعة. مني شافها بحال هكاك صمم ليها يد اصطناعية، ولكن هي بغاتها تكون مصنوعة من الذهب. من بعد شوية مصنع ليها يد من الذهب، ولكن بسبب هاد اليد من الذهب صحتها كاملة ولات كترجع للور ومرضات. ومن بعد مدة غتموت. قبل ما تموت طلبات من راجلها يواعدها باش يدفن معاها اليد اللي من الذهب، وداك الشيء اللي دار. من بعد سنوات راجلها تحنسر بزاف وما بقاش عنده باش يعيش. مشى للقبر ديال مرتو وبدا كيحفر. ملي خرج اليد الذهبيه عينيها تحلو، ولكن ما تسوقش ليهم، وخدا اليد اللي من الذهب وداها معاه للدار. في الليل رجعات مراتو باش تاخذ اليد ديالها. بالخوف ديالو مدها ليها، ولكن مباشره من بعد ما خدات يديها قتلاتو. لايك وسبسكرايب. هاد المرأة عندها يد مصنوعة من الذهب. واحد النهار وهي كتقطع شجرة في الغابة طاحت عليها الشجرة على يدها. راجلها دار ما في جهدو باش يحرك الشجرة ولكن ما قدرش. قرر يقطع اليد ديالها بالفاس باش ينقذ حياتها. من بعد هاد الحديث كانت ديما كتكعم ملي كتشوف اليد ديالها مقطوعة. مني شافها بحال هكاك صمم ليها يد اصطناعية، ولكن هي بغاتها تكون مصنوعة من الذهب. من بعد شوية مصنع ليها يد من الذهب، ولكن بسبب هاد اليد من الذهب صحتها كاملة ولات كترجع للور ومرضات. ومن بعد مدة غتموت. قبل ما تموت طلبات من راجلها يواعدها باش يدفن معاها اليد اللي من الذهب، وداك الشيء اللي دار. من بعد سنوات راجلها تحنسر بزاف وما بقاش عنده باش يعيش. مشى للقبر ديال مرتو وبدا كيحفر. ملي خرج اليد الذهبيه عينيها تحلو، ولكن ما تسوقش ليهم، وخدا اليد اللي من الذهب وداها معاه للدار. في الليل رجعات مراتو باش تاخذ اليد ديالها. بالخوف ديالو مدها ليها، ولكن مباشره من بعد ما خدات يديها قتلاتو. لايك وسبسكرايب.